السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا أسئلة كتير على الفيديو اللي فات إزاي أربط الصوت بحركة. إحنا اتفقنا قلنا الطفل مش هيتكلم إلا لو بيعرف يقلد. لو قلد هيقلد الحركات الفمية، هيقلد الأصوات فهيتكلم. طب أنا لو عندي طفل ما بيتكلمش أعمل إيه؟ أربط الصوت بالحركة وهكذا. يعني مثلا تدريبات الأصوات عندنا ازيك يا ريمال؟ عاملة ايه؟ بصي بقى، اعملي زي يا ريمال كده، اعملي زي يا ريمال كده، اعملي زي يا ريمال. بصي، بوم. يلا قولي بوم. يلا وقع بوم. قولي ها، بوم بوم. يلا وقعها، يلا بوم. اشطر بنوته، بوم بوم. يلا اعملي زيي، امسكيها، بوم 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 بوم. هي قولي هي. اشطر بنوته، يلا بوم 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 بوم. هي اشطر بنوته، بوم 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 بوم. هي بص بقى، اعملي قطر زي، يلا قولي توت توت توت. بص على بوقي، بص، توت توت. قولي يلا اشطر بنوته، توت 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 توت. اي العاب عندي هجيبها واطلع منها اصوات باسلوب فيه حركه، بوم شو شو شو. هي اجيب مسدس، طخ طخ طخ، اعمل بخ عو. الفرق بين الشغل اللي احنا عملناه بتاع الاصوات في البرنامج المصري وما بين اللي في الفيديو، احنا قلنا في الفيديو ايه؟ هو بيطلع اصوات من غير مدلول. انا هنا بطلع الصوت ليه مدلول. نفس الفكره، هتجيب اصوات الحيوانات والطيور، ما ممكن اجيب مجسم او اجيب صوره او اجيب بازل، اي دليل يدل ان مثلا في كروت الاصوات اي حاجه تدل ليها صوت. دي الديك بيقول ايه؟ او 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 او. لا، او 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 او. نعملي بقك زي او او او. اشطر بنوته، او 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 او. اضربي الديك، يلا اي اي اي. قولي اي 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 اي. نيمي الديك، يلا هو 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 هو. ادي بوسه للديك، يلا اشطر بنوته. سواء بقى جبناها في صوره او جبناها في مجسمات او جبناها في بازل. الخروف بيقول ايه؟ ما الخروف بيقول ايه؟ وهكذا مع باقي الاصوات، ديك، بطه، وزه، كتكوت، اي حاجه ليها صوت. خلي الطفل يقلد صوتها، اربطها بحركه، اي بوم بوم بوم، اديله بوسه، هي، وهكذا مع تقليد الاصوات. هتلاقي الطفل بدأ يقلد معاك الاصوات تدريجيا. ابدأ دخل الاصوات في مقاطع. شكرا يا ريفو، اشطر بنوته، شاطره، برافو.